السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جد في العارضة، أهلا وسهلا بيكم. ومعاكم إسلام سعيد، وإن شاء الله الفيديو ده هتكلم عن أهم مباريات المتبقية لكل من الزمالك وبيراميدز والنادي الأهلي الذين ينافسون على صدارة الدوري الممتاز المصري. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملوا اشتراك على القناة. حيث اشتعل الدوري المصري الممتاز بعد استغلال الزمالك تعثر غريم التقليدي الأهلي أمام بيراميدز، لا يعود الفريق الأبيض لصدارة الدوري من جديد. وحقق بيراميدز فوزا صعبا على الأهلي بهدف دون رد يوم الخميس الماضي في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع ال25 بالدوري الممتاز المصري، حيث سجل هدف لنادي بيراميدز الوحيد للاعب البرازيلي كينو. وعلى الجانب الآخر حقق الزمالك فوزا سهلا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين عصر الخميس في المباراة المؤجلة بينهم في الجولة العاشرة. وبذلك عاد نادي الزمالك إلى صدارة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف فارق الأهداف، حيث يمتلك نفس عدد النقاط ولكن من 28 لقاء. وتراجع النادي الأهلي على المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 26 مواجهة. إن شاء الله هعرفكم دلوقتي المباريات المؤجلة أو الباقية للنادي الأهلي. الأهلي هيلتقي مع النادي المصري والإسماعيلي والنجوم والجيش وسموحة والمقاولين والزمالك. عندما مباراة من الزمالك هتبقى بيراميدز والإسماعيلي في لقاء الدور الثاني، ودجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي. بينما مباريات البيراميدز تبقى الزمالك والمصري ومصر المقاصة وادي دجلة والنجوم وحرس الحدود. ديت مباريات المتبقية لثلاثة أندية، الأهلي والزمالك وبيراميدز. في النهاية لو الفيديو عجبكم أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، وأتمنى أشوف توقعاتكم مين اللي هيفوز بالدوري الممتاز المصري عام 2018 2019، ومين مبارياته أصعب، هل الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.